ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بكل الناس الجديدة معايا على القناة. ان شاء الله القناة تكبر بيكم، واي حاجة عايزينها سيبولي في التعليقات، وبإذن الله هنعملها مع بعض على طول. هنعمل النهاردة ان شاء الله تورتة بالشوجر شيت، وهنعمل كمان تورتة السباحة دي. هما الاتنين كانوا مطلوبين مني في اوردر واحد، فقلت هصورهم مع بعض في فيديو واحد. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناهم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في بولة العجان حطيت 5 بيضات وغطا فانيليا سايلة، وهحط معلقة محسن جل صغيرة، واقل من نص كوباية مية بحاجة بسيطة، وهحط عليهم 475 جرام دقيق سبونج. بستخدم دقيق دريم حلو جدا وبيعلى. وعايزة اقولكم بالمناسبة ان الشكارة بتاعته غليت 100 جنيه مرة واحدة. ضربت الخليط ده لمدة 6 دقايق لحد ما عالي معايا. هحطه في الصينيتين مع بعض. هعمل الصينية مقاس 16، مش عايزاها عالية مش عايزة ارتفاع عالي، هاخد منها 4 طبقات بس. وهحط بقية الخليط في صينية مقاس 20. انا طبعا حاطة الصينية على الميزان علشان اعرف انا خدت كمية قد ايه. انا عايزة 4 طبقات، فحطيت 275 جرام من الخليط بتاع الاسبونج. بقيته هحطه في الصينية مقاس 20، ومشغلة الفرن من قبلها طبعا علشان يكون سخن، وحقق درجة حرارة 180 قبل ما احط الكيك بتاعي. الكبيرة بتاخد في الفرن حوالي 40 دقيقة، والصغيرة علشان هي 4 طبقات بس خدت 30 دقيقة. فطبعا انتي اضرب الفرن بتاعك وبدرجة الحرارة بتاعتك. هحط في البولة بتاعة العجان نص كوباية سكر، هنعمل دلوقتي الكريمة. وهحط كوباية ونص كريم شانتيه. وهحط كمان شوية باستري، طبعا الباستري مش اساسي معانا، بس بيخلي الكريمة طعمها احلى واغنى. حطيت كمان مية، حوالي كوبايتين مية. وطبعا حسب نوع الكريمة اللي عندك وحسب درجة الحرارة، كل ما بندخل في الشتاء شوية يعني بنزود شوية في المية. هسيب الكريمة تتضرب، وبعد كده هحضر الكيك. دي الكيك الصغيرة مقاس 16. هقشر بس الحاجات البسيطة كده من فوق ومن تحت، وبعد كده هقطع الطبقات. عاملة المنشار على 9، وهيطلع الاربع طبقات مظبوطين جدا. مش بقشر حاجة من جناب التورتة الا لو لقيت الكيكة معايا ناشفة او محمرة زيادة عن اللازم، في الوقت ده بقشر الجناب. لكن غير كده طالما هي محمرة كده حلو وجميلة وطرية، ما بقشرش الجناب ولا بشيلها خالص. وطبعا براحتك، لو عايزة تشيليها شيليها. بس الكيك انا بسقي بست تفاح. لو عايزة تعملي شربات يبقى تعملي مثلا كوباية سكر على كوبايتين مية، شربات خفيف. وتحطي عليهم نص ليمونة وتحطيهم على النار يغلوا غلوة كده. وبعد كده بتطفي عليه وتحطي شوية فانيليا لو عايزة، وتسيبيه يبرد خالص وتسقي بيه. حطيت في الطبقة الأولانية مانجا، وطبعا بغطيها كويس جدا بالكريمة، علشان لو حطيت الطبقة التانية على المانجا كده من غير ما اغطيها بالكريمة هتتزحلق الطبقة التانية. حطيت كمان طبقة، وحطيت اللي هو الكراميل او مربى الحليب. وحطيت الطبقة التالتة وحطيت فيها مانجا. طبعا الحشوة دي كانت طلب العميلة. وبسقي طبعا كل الطبقات، وبعد كده هجلس التورتايه. قبل ما بجلس التورتايه بالكريمه بكون مقلبه الكريمه كويس جدا جدا علشان اخرج اي فقاعات هوا، ما يبقاش فيها فقاعات هوا كده وتغلبني. حتى لو اتبقى شويه في الكيس وانا بشتغل بحطهم تاني على الكريمه وارجع اقلب تاني كويس جدا علشان تبقى سهله معايا. لو لقيتي الكريمه بقى تقيله مثلا معاكي او مش راضيه تتظبط، ممكن تضيفي لها شويه ميه، حاجه بسيطه خالص. ميه سخنه، حاجه بسيطه خالص خالص علشان ما تسيحش الكريمه. وتقلبيها في المقدار اللي انت بتشتغلي فيه بس، او تبلي السكرابر بميه سخنه وانت بتشتغلي. دلوقتي حطيت الطبقه التانية من الكريمه، بس الجزء اللي فوق بس ابيض، وهحط الجزء اللي تحت كده لبني. هي قالت لي انا مش عايزه التورته كلها لبني، كتري لي فيها الابيض عن اللبني، فانا عملتها كده بقى النص اللي تحت لبني والنص اللي فوق ابيض. هجلسها طبعا من فوق كويس جدا الاول، وبعد كده هجيب السكرابر علشان اعملها من الجناب. انا بقول لكم كل التفاصيل وماشيه معاكم بالراحه واحده واحده. انا طبعا مسرعه الفيديو كتير جدا، بس بقول لكم كل التفاصيل عشان في بنات لسه بتبدا مشاريع، لسه جداد يعني. الله يعيننا كلنا يعني، الاسعار بقت نار، وكل واحده عايزه تفتح مشروع او تساعد بيتها وكده، فتتعلم الموضوع ده خطوه خطوه. يعني ممكن لو انت عارفه الكلام اللي انا بقوله ده تسرعي الفيديو. لكن انا بصراحه بحب اقول التفاصيل كامله
علشان اللي بادئين مشاريع جديدة بس يستفيدوا من الفيديو. وطبعا اي اسئلة ليكوا قولولي في التعليقات وان شاء الله هقولكوا عليها كلها. بالاسباتولا كده خدت تمويجات زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده حطيتها في التلاجة وهبدأ اعمل الاشكال بقى بتاعة السباحة. ده المفروض اللي هو حمام السباحة. عملته طبعا، فردته كده بالنشابة، وبعد كده حاولت ان انا ارققه شوية من الاطراف بتاعته علشان يبان بس ان هو يعني مية، يعني يبان ان هو خفيف كده ما يبقاش تقيل الاطراف بتاعته. وحاولت اديله تمويجات كده. طبعا هي اتفكت يعني اتفكت لما جيت احطها على التورته، بس مش مشكله خالص. التورته عجبت العميله الحمد لله، وشكرت لي في التورته بتاعه السباحه وتورته الصوره، وكانت مبسوطه منهم جدا الحمد لله. دلوقتي هنعمل شكل السباح بقى او السباحه عشان هي بنوته. هحط البونيه كده بالشكل ده، ممكن تحطيه بقى اي لون احمر كده، اي لون بناتي. وحطيت النضاره عشان ما حدش يقول علينا حاجه. كده تمام، بحاول اظبط الشكل على قد ما اقدر. المونتاج في ذمة الله طبعا. انا اللي بعمل كل حاجة لنفسي، ومش عايزة اقول لكم بقى انا في المونتاج ما عنديش يا مرحمين. عملت دلوقتي الايد. عارفة ان انتوا ما بتحبوش قوي التورت بتاعت عجينة السكر والاشكال وكده، بس والله في بنات بتطلب مني الاشكال بالتفصيل، فعشان كده بحاول ان انا انزل لهم الاشكال بالتفصيل. ده طبعا المولد اللي بيعمل لولي مقاسات. عايزة اعمل بيه الفاصل اللي هو بيبقى في حمام السباحة ده. انا وريتكم بس الفكرة طلع قصير معايا، فانا رجعت عملت واحد اطول شوية. ودلوقتي هعمل الاسم بتاع البنوتة. بوريكم دلوقتي الشكل بتاع الحروف عشان في ناس كتير بيسألوني شكل الحروف عاملة ازاي. عايزة ارققه على قد ما اقدر علشان يكون شكله حلو على التورتة. دلوقتي هعمل الشكل كده كأن هي مية بقى مطرطشة كده بره حمام السباحة وكده. طبعا انا جبت صورة من على النت ووريتها للعميلة، وبعد كده بدأنا نعمل زيها. ممكن حمام السباحة ده بقى بدل ما تعمليه بعجينة السكر، ممكن يتعمل بنشا ومية ولون. بس انا بصراحة ساعتها كنت تعبانة جدا، وكان عندي اوردرات تانية، وكان عندي التورتة كمان اللي بالشوجر شيت مع دي. فكنت تعبانة قوي قوي، يعني ما كنتش قادرة ان انا اعمل بصراحة نشا ولا حاجة. فعملت الاشكال كلها بالسكر وانا واقفة. كده تمام. وحطيت الاسم بتاع البنوتة. الميني تورت على فكرة يا جماعة بنعمل منها اشكال كتير جدا، وهنزل لكم لسه اشكال على القناة باذن الله. من الميني تورت، علشان برضو في ناس بتستغل التورت الكبيرة وكده بيبقى نفسهم في التورت الاشكال. فبنعملها كلها بالميني، يعني اي شكل كبير ممكن نعمله ميني تورت. ده شكلها النهائي. يلا بينا بقى نشوف التورتة التانية. لو عجبكم الفيديو ولو انتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو. وطبعا لو ما اشتركتوش في القناة يسعدني يعني ويشرفني انكم تشتركوا معايا وتتابعوني. انا قطعت الكيكة مقاس 20، عملتها طلعت 5 طبقات، بس انا هحتاج منها 4 طبقات بس. بسقيها طبعا برضو، وبحشيها من نفس الحشوة اللي انا عملتها. انا عملت كوباية ونص عشان تكفي معايا حشو التورتتين، بس هتكفي حشو بس لكن مش هتكفي التجليس. قطع المانجا لازم اغطيها كويس جدا عشان ما تزحلقش الطبقات اللي فوق، بالذات المانجا كمان متفرزة وممكن تعمل مية، فممكن تزحلق الطبقات. تخلي بالكم بقى من الموضوع ده لو بتشتغلوا بالفواكه. شايفين السحر بقى؟ طبق التجليس وعلى طول هنغمض عينينا ونفتحها نلاقي التورته خلصت وجهزت معانا.
دي الطبقة التانية يا جماعة، سحبت بالسكرابر ونعمتها كويس جدا. وبعد كده هنحضر الصورة دي، صورة قابلة للأكل. انا هحط عليها نوتيلا مسيحاها من غير ما احط عليها زيت ولا اي حاجة، علشان ما تطبعش في الصورة وتعمل بقع كده. مسيحاها هي بس كده من غير اي حاجة. بس طبعا ما تكونش سخنة وانت بتحطيها على الصورة، عشان ده برضو سكر في الاخر ممكن يدوب او يحصل له حاجة، او الالوان تتأثر، فلازم تكون برضو سايحة بس باردة. هفرد طبقة كويسة كده، وبعد كده هدخلها الفريزر او التلاجة علشان بس تمسك نفسها كويس جدا، علشان بعد كده لما احطها على التورته وتكون ملامسه كده للكريمه، ما تبش الصوره مني ويبقى شكلها وحش، هتكرمش ويبقى شكلها وحش قوي. هنعمل الكريمه اللي هعمل منها الروزيتات. اللون اللي انتوا شفتوه، حطيت لون فوشيا بسيط كده، وحطيت عليه نقطه من البني عشان اخد اللون الكشمير. هي سابت لي التورته لذوقي بصراحه. انا مش دايما باخد اوردرات تورت على ذوقي خالص. انا دايما لازم اتفق مع العميل على شكل التورته. ما بحبش خالص اشتغل على ذوقي وبعدين افاجئه بيه، يعني ممكن ما يعجبوش وكده. لكن هي قالت لي انا عايزاها تورته بالصوره، وما حددتليش خالص هي عايزه ايه وكده، فانا عملتها بقى بالشكل ده. انا عجبني الشكل، يعني كنت شايفاه قدامي وكده ولقيته رقيق وعجبني، فقلت انفذه لها في التورته دي. اللون الاخضر ده خدت اصفر مع الاخضر، والاصفر كمان كميته اكتر علشان يديني اللون ده، وخدت معاهم نقطه بسيطه خالص من البني علشان اوصل للدرجه دي. كده الشيت خلاص شد، النوتيلا شدت خلاص عليه. هعمل روزيتات بقى. القمع ده اسمه 1M او اي قمع ستار هيمشي معاكي في الشكل ده. هبقى اعمل لكم برضو فيديو الاشكال الاقماع اللي عندي والاشكال اللي ممكن تعمليها بيها. خدت برضو من تحت كده روزيتات بالابيض او الاوف وايت اللي انا عاملاه، وبعد كده هحط روزيتات من الكشمير. ايه رأيكم في اللون والنبي؟ عجبكم؟ لو عجبكم متنسوش تحطيلي لايك على الفيديو، واشتركوا في القناة يا جماعة، ما تتفرجوش وتجروا، اشتركوا في القناة عشان ما تنسوش، وفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. كده خلصت الروزيتات بتاعتي. هحط بقى ورق بسيط كده من الاخضر، مش حاطة قمع ولا حاجة، انا قطعة الكيس 7 بسيطة صغنونة خالص من فوق علشان تديني ورق شجر صغير كده، علشان القمع اللي عندي كان كبير جدا فهيدي شكل وحش للروزيتات. مش بكتر خالص، بدي بس كده حاجات بسيطة تكسر اللون معايا. وكده خلاص خلصت التورته بتاعتي. التورته بالشوجر شيت سعرها 450، والتورته الميني سعرها 250. طبعا الاسعار دي كنت عامله التورت قبل ما الاسعار تغلى، يعني انا شاريه خامات وبعدها على طول لقيت الخامات زادت، فطبعا هقعد اشوف الاسعار تاني هتبقى عامله ازاي، وهبقى اعرفكم برضو. اشوفكم على خير.